يا مساء الفل على أجمل متابعين في الدنيا. معاكم سالي نبيل. النهاردة بقى هنعمل فراخ ومعاها كرنب. الكرنب طبعا معروف ان كلنا بنلجأ ليه في الشتاء لانه هو بيدفي جدا، فتلاقي الاجواء كده الشتوية لازم دايما يبقى فيها كرنب. هنعرف دلوقتي ازاي بنقيه وازاي بنجهزه وخطوات التسوية واحدة واحدة. يلا بينا. اول حاجة طبعا بنتخلص من كل الاوراق الخضرة دي، مش عايزينها خلاص. بعد كده بنتخلص برضو من راس الكرومبة دي اللي بتبقى رابطة كل الاوراق مع بعضها، فاحنا لما بنقطع حواليها كده ونفرغ حواليها ده علشان خاطر نخلي الاوراق تبقى كل واحدة لوحدها، مفيش حاجة ضمهم مع بعض او مسكهم في بعض. زي الحتة دي كده مثلا انا لقيتها لسه موجودة. طبعا لو جديدة في الموضوع دوت بالراحة خالص علشان ايدك ما تتعورش بالسكينة لانها بتبقى ناشفة شوية. هنا انا بقول لكم ازاي بنقي يعني الكرومبة. لازم تبقى مبططة، ما تبقاش شبه الكورة، يعني كأنها كورة بس مضغوط عليها كده من تحت تبقى مسطحة. دي هيبقى ورقها كويس قوي. ولو عايزة تخزنيه هاتي اللي هو بتاع شهر 2، ده بيكون ورقه أدخن شوية وبيستحمل التفريز. معايا هنا بقى مية انا لازم اوصلها لدرجة الغليان، ولغاية لما تغلي هنبدأ نشوف المكونات اللي احنا مستخدمينها النهاردة. معايا حزمة شبت وبقدونس وكزبرة، يعني 3 حزم، واحدة من كل نوع، وغسلتهم وقطعتهم. ودول 4 بصلات صغيرين، ولو انتي البصل عندك كبير شوية خليهم 2 كفاية. وعندي هنا لتر طماطم معصورة بس مش متصفية زي ما هي. ومعايا فراخ محطوطة في المحلول طبعا بتاعها اللي هو فيه ملح وليمون. وعندي هنا رز حسب الحجم الكرومبة اللي انتي عاملاها، يعني انا ما بزودش عن 3 كوبايات رز، واي كرومب بيتبقى معايا بشيله في الفريزر. لكن الرز مش هينفع ان انا احتفظ بيه في الفريزر لو زاد مني يعني. وملحوظة كمان احنا ولا بننقع الرز ولا بنغسله قبلها بكتير، احنا بنغسله وقت ما هنحطه في الخلطة بالظبط. هنا المية غليت فهبدأ احط فيها الملح. حطيت فيها 3 معالق ملح لان انا عندي المعلقة الصغيرة اللي بعاير بيها الملح، يعني مش كبيرة قوي. وهحط كمان معلقتين كمون، والكمون ده مكون اساسي في اكلة الكرنب، بحطه في كل المراحل بتاعة الكرنب تقريبا. هنقلب بقى وبعد كده ننزل فيها الكرنبايه. يفضل طبعا ان انت تجيبيها صغيرة عشان تعرفي تدخليها جوه الحلة كده، يعني لو عايزة حتى كمية كبيرة هاتي كرنبتين، بدل ما تجيبي كرنبة واحدة كبيرة هاتي كرنبتين صغيرين عشان تعرفي يعني تتحكمي فيها وانت بتسلقيها وكده. علشان لو كبيرة هتضطري ان انت تقعدي تخلعي منها ورق. ممكن بقى تعمليه كل كام ورقة لوحدهم، او تخلعي منها ورق لغاية لما تبقى صغيرة في حجم الحلة وتقدري تدخليها كلها في الحلة، والورق اللي خلعتيه ترجعي تاني تسلقيه لوحده. حضرت بقى هنا جنبي مصفى، وطبعا تحتها صينية، بحيث ان كل ورق هياخد حوالي 15 ثانية بس في المية، وبعدين اروح مطلعه الورق كده اللي هو الخارجي اللي كان ملامس للمية السخنة بالشكل ده، يعني كل 15 ثانية اشوف الورقة اللي بعدها اخبارها ايه. بمجرد ما بلاقيها كده بتتني معايا ولينة طيعة، يعني ينفع ان انا الفها وكده، خلاص كده بطلعها. وطبعا انتي ما تمسكيش بايدك لان طبعا بتبقى سخنة. ممكن تجيبي اللي هو بتطلعي بيه الحاجات من الزيت، المساكة دي، بحيث ان انتي ايه تطلعي ورقة ورقة. المرحلة التانية بقى هنجهز الخلطة. اول حاجة عندي البصلتين الكبار او ال4 الصغيرين اللي انتوا شفتوهم دول، قطعتهم وحطيت عليهم زيت.
وهبدأ ان انا اخليهم يصفروا شوية على النار. بحب انا بقى في المرحلة دي احط لهم معلقة ملح بحيث ان البصل كله ياخد نفس اللون. الملح بيخلي اللون كله متساوي في كل البصل. هنا خلاص لقيته وصل للمرحلة اللي انا عايزاها ان هو يبقى مصفر قوي كده. فبروح حاطة الطماطم بتاعتنا المعصورة، حوالي لتر طماطم، وبقلبهم واسيبهم لغاية لما يتسبكوا، والاقي المادة الدهنية اللي انا حطاها اللي هي الزيت بقت على الوش، والطماطم ما فيهاش مية خالص. طبعا بتاخد شوية وقت. بحط لها بقى الفلفل، معلقتين من الفلفل الاسمر، طبعا دي المعالق الصغيرة خالص، معلقتين من الكمون، ومعلقتين من الكزبرة الناشفة. هظبط بقى الملح لان انا ما حطيتش غير معلقة ملح واحدة وانا بعمل البصل، فهظبط الملح، هحط حوالي معلقة ونص تاني. واللي بيحب مرقة الخضروات برضو يقدر يضيفها، بس يعمل حسابه ان هو يقلل الملح شوية لان هي بتبقى مالحة. في كمان اللي بيحب يضيف شوية نعناع ناشف، برضو بيبقى لطيف، ما بيبقاش وحش يعني، لان انا جربته قبل كده فيعني كويس. هنا الطماطم اتسبكت، فهقفل عليها خلاص النار عشان اضيف الرز والخضرة. ودي كده اخر مكون معانا في خلطة المحشي. هنبدأ بقى نخلطهم كلهم مع بعض. والخلطة دي على فكرة مناسبة لأي نوع من المحاشي، سواء بقى بتنجان، فلفل، كوسة، كرنب، أي نوع. هنبدأ بقى دلوقتي نقص الورق ونشوف احنا بنقصه ازاي. أول حاجة أنا بتني الورقة كده نصين، وبعدين بنقطع الحتة اللي هي بتبقى ناشفة دي، ومن عند نفس الحتة اللي احنا قطعناها بنبدأ نطبق الورقة كده مرتين. بتبقى الورقة عندي على شكل رول، ببدأ بقى اقسمها على حسب الحجم اللي انا عايزاه. انت بقى عايزة الصباع اكبر اصغر براحتك. هنعمل واحدة كمان. ادي الورقة اهي مطبقة، وهنقص برضو الجزء الناشف ده ونطبق الورقة. خلاص كده هي جاهزة على التقطيع. قسمتها ل3 اجزاء. بعمل كده بقى في كل الورق لغاية لما اخلصهم كلهم. هناخد بقى الاجزاء الناشفة دي وهنبدأ نقطعها قطع صغيرة قوي. دي مهمة جدا ومحدش يرميها، لان دي اللي هتخلي الشكوى الدائمة بتاعت ليه يا جماعة الرز مش كله بيستوي في المحشي. ليه؟ لان احنا بنبقى كاتمين عليه من تحت بورق بتاع الكرنب، بنفرش كده في الحلة من تحت ورقة كرنب، فدي بتكتم الشوربة عن بقية الورق، يعني تلاقي جزء استوى وجزء لا. فلما نعمل كده القطع الصغيرة دي بتسمح بان الشوربة تتوزع كويس جوه الحلة، وبالتالي كل التسوية جوه الحلة تبقى واحد. فجربوها وانتوا هتحسوا فعلا بفرق. الناس اللي بتشتكي ازاي شوية بيستوي وشوية مش بيستوي. شايفين بقى ورق الكرنب لما متقطع بالشكل ده بيدينا زي كأن شرايط طويلة كده، لما نفرده نحطها على ايدينا وواحدة واحدة شوية رز كده ونلف. هما لفتين 2 ونروح قاطعين على طول ونعمل غيره اهو. لفتين ونقطع. الطريقة دي سريعة جدا، هتخليكي تخلصي اي كمية كرنب في وقت قياسي. وهنا حطيت مية على النار عشان تغلي، علشان نسلق الفراخ. واول لما المية بتغلي بحط فيها بصلتين
و2 طماطم، وعندي كمان ورق لورا او اللي هو ورق الغار، وحبهان، حبهان صحيح يعني بس مش مفروم. وانا بحط في الشوربة كمان الفلفل صحيح، الفلفل الاسود. بحبه مش مطحون، لانه يعني اللي مش مطحون ده ما بيغيرش لون الشوربة. ولما اتأكد ان المية غليت قوي بنزل الفراخ كمان. طبعا انا شطفتها من محلول الملح اللي انا كنت حطاها فيه، مثلا حطيتها حوالي ساعتين. هتاخد حوالي نص ساعة. وما بحطش الملح دلوقتي، بحطه مثلا قبل ما اطفي عليها او قبل تمام التسوية بحوالي 10 دقايق. وهنا بقى حضرت معلقة من الصلصة، عليها معلقة من الزيت، وشوية ملح وفلفل علشان ادهن الفراخ بعد ما اتسلقت، واديها لون احمر كده قبل ما ادخلها تحت الشواية. طبعا الشوربة بتاعتها هستفيد بيها في ان انا اسقي بيها الكرنب اللي انا حشيته. وزعت بقى كل الخلطة دي على الفراخ من كل الاتجاهات، وهدخلها شوية تحت الشواية. الاول فتحت الفرن، قعدت حوالي ربع ساعة، وبعد كده طفيت الفرن وفتحت عليها الشواية تاخد لون. واي حاجة نحطها تحت الشواية عينينا عليها، لان الشواية سريعة فما بتاخدش دقايق ونلاقيها حمرت الوش كله. انا هنا خلصت حشو، وجبت بقى من الشوربة السخنة حوالي مثلا 3 كوبايات، عشان دي حلة كبيرة. فعملت 3 كوبايات من الشوربة، حطيت عليهم معلقة صلصة وشوية كمون، وطبعا الملح مظبوط فيها، ورشتهم على الكرنب. هخلي الشوربة ما تغطيش اخر صف فوق، ما بيتغطاش بالشوربة، هو يدوبك بس الصف اللي قبله. وهز كده الحلة بحيث ان هي اعرف انه توزع كله جوه الحلة بالتساوي. وبعد كده هروح حاطه طبق يكون حاجة تقيلة يعني عشان الورق ما يفكش، وفي نفس الوقت ايه ما لقهوش نفش كده في الحلة. هرفعهم بقى على النار واسيبهم لغاية مثلا ربع ساعة ولا حاجة يغلي، كأني بسوي رز عادي. ربع ساعة تلت ساعة كده لغاية لما الاقي خلاص هو بدأ يشرب المية، وبدأت المية ما تبقاش باينة على الوش بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. هشيل بقى الطبق خلاص. اهو لسه فيه طبعا مية بس تحت، يعني منسوب المية قل كتير. طبعا مش هطفي عليه دلوقتي، بالعكس انا هغطي عليه واوطي خالص النار واسيبه يكمل تسوية على نار هادية. شايفين بعد ما استوى عامل ازاي؟ طبعا تحفة، مفيش ولا رزاية بره، تسويته حلوة جدا. والفراخ كمان استوت وبقت باللون الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. معلقة الصلصة كمان يا جماعة اللي بنحطها في الشوربة بتفرق قوي في لون الكرنب، وبتديله لون حلو جدا. وطبعا انا لازم ادوق. مش قادرة اقول لكم بجد على جمال الكرنب دوت. طبعا هو بياخد وقت شوية في اللف وكده، لكن النتيجة تستاهل فعلا المجهود وتستاهل التعب، ان انت بتقدمي وجبة مغذية والكل بيستمتع بيها. وما اعتقدش ان في حد ابدا ما بيحبش الكرنب. الفراخ كمان واخدة لون جميل قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم.
واشوفكم فيديوهات جاية كتير. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. ميرسي جدا جدا لمتابعتكم، وباي باي.